في الانديه ديالهم، في النوادي ديالهم، فاش كانوا تيجتمعوا، فاش كانوا تيهضروا، بحال كانوا تيقشبوا بينا حنايا، كانوا تيجمعوا بينا. بن نصير مشى للمغرب، جاب 20,000. الله الا الحمق هذاك خونا، وكي دار ليها. واو، كيف ينظر المشارقة إلى المغرب. رواية خطيرة. سيد تيروي تكتشفوا. شوف تيقول: حدثنا عبد الملك بن مسلمة حدثنا الليث بن سعد أن موسى بن النصير حين غزا المغرب. غزا، ودابا حنا تنقولوا الغزو، واش الغزو ولا الفتح؟ وراه هما في المصادر. هذا راه بن عبد الحكيم فوقاش توفى؟ في 238 هجرية، وتيقول غزا. وكيفاش انت تجي في الآن في القرن 15 هجري، القرن 21 ميلادي، وتقول لي يا أستاذ ما تقولش الغزو؟ أنا تنقول داكشي اللي كاين في المصادر صاحبي. حاولوا تميزوا، الله يجازيكم بخير. لاحظوا اش تيقول: أن موسى بن نصير، وأن عرفتوا شنو تعني أن؟ حنا تنمشيو دابا هي الروايات، راه ما تنجتهدوش، راه مازال ما اجتهدتش انا دابا. لاحظوا: أن موسى بن نصير غزا المغرب. إذا هنا واضحة، غزا يا إخوان. إيوا غزا، راه ابن عبد الحكم هذا. بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السبي 100,000. واخا هاد الأرقام هي مبالغ فيها. باش نقولوا أصاب من السبي 100,000 كثيرة، لأن 100,000 راه مزيانة الإخوان. أيوا، والسبي راه تيكون النساء ولا سميتو والأطفال. وبعث ابن أخيه في جيش آخر، بعث ابنه وبعث ابن أخيه في جيش آخر فأصاب 100,000. 100,000 100,000، وإن كان أرقام فيها مبالغة كثيرة. ما لاحظتوش أنه كاين بحال شي تنظيم عائلي هنايا؟ رسل ولده ورسل شكون آخر؟ ابن أخيه. فقيل لليث بن سعد: من هم؟ شكون هما هادو اللي تسباو؟ فقال: البربر. فلما أتى كتابه بذلك قال الناس. فلما أتى كتاب ابن نصير إلى المشرق، فاش وصلهم أنه راه قام بسبي هذا العدد. فلما أتى كتابه بذلك قال الناس: ابن نصير والله أحمق، من أين له 20,000 يبعث بها إلى أمير المؤمنين في الخمس؟ يعني غير الخمس 20,000، معناه المجموع 100,000. 100,000 إلى خدينا الخمس تعطينا 20,000، يعني 20,000 من المسبيات وصلوا إلى بيت الخلافة في المشرق، وإن كان هذا الرقم مبالغ فيه. والله قال الناس. لاحظوا في الأندية ديالهم، في النوادي ديالهم، فاش كانوا تيجتمعوا، فاش كانوا تيهضروا، بحال كانوا تيقشبوا بينا حنايا، كانوا تيجمعوا بينا. بن نصير مشى للمغرب، جاب 20,000. الله الا الحمق هذاك خونا، وكي دار ليها. واو. قال الناس: ابن نصير والله أحمق، من أين له 20,000 يبعث بها إلى أمير المؤمنين في الخمس؟ فبلغ ذلك موسى بن نصير، وصلته الخبار ديال داكشي اللي تيقولوا في المشرق. فقال، جاوبهم: ليبعثوا من يقبض لهم 20,000. ليبعثوا من يقبض لهم 20,000، يعني تتسحبوا هذا الشيء غير كذوب ولا بغيتوا شي 20 وحده اخرى؟ 20,000 وحده اخرى، اجيو نجمعها لكم، اجي نجمع لكم شي 20,000 وحده اخرى. هاد الروايات راه ما تيقولهمش الاستاذ كلاب، لا، هاد الروايه نتاع ابن عبد الحكم في فتوح افريقيا والاندلس صفحه 69. وابن عبد الحكم توفى في 238 هجريه، 852 ميلاديه. هو اقدم من تلك الروايه اللي قالها ابن عيداري اللي عاش في القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميلادي، اقدم من الروايه اللي قالها بن خلدون. هذا منهم هو مشرقي ايضا. معناه كيفاش هما كانوا تيشوفوا المغاربه، كيفاش كانوا تيشوفوا في المغرب بحال شي ضيعه، انهم تيمشيو تيجيبوا منها الثروات، وتيجيبوا منها السبي، وتيجيبوا منها الغنائم.
وهنايا بن عبد الحكيم كي شفتو قال ان موسى بن نصير حين غزا المغرب. لان كلمه غزو هي موجوده هنايا، ما اجتهدش الاخوان نهائيا، ما عطيتش الراي نتاعي في هذه المسائل.